السلام عليكم. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. تعالوا بينا كده، حابة النهاردة اعمل معاكم شوية جراجيش، انما ايه، في منتهى الجمال والروعة، طعمها خطير خطير خطير. هينفع معاك افطار، عايزة تاكليها كده مع كوباية شاي العصاري. بالليل مالكيش نفس، بجد هتعجبك جدا جدا جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف مكوناتنا ايه. اول حاجة هنا معايا كوباية ونص من الحليب، وعندي كوباية من المية مش هنستخدمها كلها، وعندي هنا 4 معالق من السكر، وعندي 4 معالق كبار برضي من السمسم محمص، وعندي كمان معلقة هنا كبيرة من النشا ورشة من الملح، وعندي فانيليا، وعندي بيكنج باودر، وعندي خميرة فورية أو خميرة ايه اللي هي البلدي براحتك. وعندي هنا أنا هنا مسيحة كده سمنة على زبدة على زيت. دول طبعا انا سيحت كده بالبركه، بس انا اللي هاخدهم منيهم وهستخدمهم كوبايتين ونص، انا محتاجه يعني منهم كوبايتين ونص. انا دول سيحتهم كده زي ما قلت لك بالبركه. وبراحتك، عايزه تستخدمي سمنه على طول استخدمي، زبده على طول استخدمي، بس ما ينفعش تستخدمي زيت لوحده. لازم يعني لو حبيت تستخدمي زبده ممكن تستخدم معاها زيت، سمنه ممكن يكون معاها زيت، بس زيت على كده لا. يلا بينا كده هنبتدي كده في طريقة التحضير. أول حاجة يا حبايبي، نزلت هنا بالحليب والخميرة والسكر والفانيليا. السكر قلنا 4 معالق كبار، وكيس الفانيليا، والحليب كوباية ونص، والخميرة الفورية، ولا هندوبهم كده مع بعض. وبعد كده رح هاخد من الميكس ده اللي انا عاملاه، اللي هو الزيت والسمنه والزبده، كوبايتين ونص من المج اللي هو ايه بنشرب به الشاي في البيت، موجود يعني عندنا في كل بيت موجود. هاخد كوبايتين ونص، لاني انا هنا رح اشتغل على كيلو دقيق. هنا حبايبي ادي كيلو دقيق، هنزل عليه معلقه كبيره من النشا ورشه الملح، وبعد كده رح انزل بال4 معالق من السمسم، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهقلبهم كده مع بعض. يعني انا عندي كيلو دقيق، عندي معلقه كبيره من النشا، عندي معلقه صغيره من البيكنج باودر، و4 معالق من السمسم، وقلبتهم كده في بعض، ونزلت عليهم ايه على الخليط السائل اللي عملناه مع بعض، وهتعجنيهم كده. وبعد كده هناخد مج الميه بتاعنا، لا هننزل بنص كوبايه منه بس، هننزل بس بالتدريج، مش هحط نص الكوبايه مره واحده. هنزل كده بشويه واعجن واشوف بعد كده ان كانت محتاجه ولا لا. بس انا اللي استخدمته نص كوبايه من الميه، يعني كوبايه، يعني السوائل اللي انا استخدمتها كوبايه ونص من الحليب عليهم نص كوبايه من الميه، يعني كميه السوائل كوبايتين. وطبعا انت لو حابه تكملي بالحليب على طول كملي، بس انا حبيت اعمل ايه يعني الميكس لبن مع ايه، مع الميه. شايفين العجينه بتاعتي طريه وحلوه، هسيبها كده ترتاح شويه. وحاجة هنا بقى ايه للعجوة بتاعتي. انا النهاردة اللي هعمل بالعجوة، وهعمل سادة، وهعمل بالمربى. بجد والله العظيم اللي عملته بالمربى، مربى الجزر، بجد طعمه جميل جدا 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 جدا. والله انا بالنسبة لي طلع احلى من اللي انا عاملاه بالعجوة. لا هاخد كده يا حبايبي زي ما شفتوا كده العجوة بتاعتي، حطيت عليها شوية من الايه الزبدة والزيت والسمنة اللي انا مدوباهم، وايه عجنتهم. وطبعا ايه من داخله كان ايه سمسم، حطيت له شويه سمسم بس ايه قليلين خالص، ولو مش عايزه تحط سمسم براحتك. جبت كده الكيس، فردت عليه شويه من العجوه، ودحرتهم كده على جنب. لحاجه بقى بعد عجيني مرتاح، هاخد قطعه كده من العجين وهفردها كده على سطح العمل. لا هيكون سمك ايه اقل يعني من 1 سنتي، يعني احنا مش عايزينها رقيقه خالص ولا عايزينها تخينه خالص. هنا بعد ما فردتها كده، لا هاخد العجوه بتاعتي ولا هحطها، ولا هكمل بعد كده بقى، علشان طبعا ايه العجينه لما فردتها كبرت معايا. وبعد كده اللي هلفها ايه، هاخد كده اللي فردته ده وهاخدها الفها رول، بس مش كلها، لا هاخد نصها، لا هتشوفوها معايا لحد هنا ولا هوصل. وبعد كده هلمها وهلزقها كده في بعضيها زي ما انتوا شايفين، ولفيها كده ظبطيها. وبعد كده اللي هتجيب السكينه بقى وهتقطعي الحجم اللي انت عايزاه، وهتجيب الصواني بتاعتك. طبعا الصواني بتاعتي انا ما دهنهاش اي حاجه، بس انت لو حابه تدهنيها دهنه خفيفه من الزيت ادهنيها، بس انا ما دهنتهاش خالص.
ولا هاخد بقى الجراجيش بتاعتي دياتي ولا هرصها في الصينيه. بجد يا جماعه والله العظيم، يعني شايفين كيلو الدقيق جاب كميه كبيره خالص. انت كده روحي كده المخبز واشتريه. لا هتشتريه يعني احنا ما كلفناش اي حاجه خالص، حاجات بسيطه جدا جدا، بس انت هتروحي تشتريها في المخبز بمبلغ وقدره. طب وعلى ايه؟ وانت كده ضامنه الجوده وضامنه يعني انك عاملاها نظافه كده وشغل بيتي وامان وصحي. طبعا هنا بعمل الساده، انا هنا جيت فردتها بس على شكل ايه مربع او مستطيل، وهنا بقى ما لفتهاش رول، لا انا طبقتها طبقتين كده زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بقطعها واحطها برضه في الصينيه. هنيجي هنا بقى ايه ده، هنا اللي هحط ايه مربى الجزر. مربى الجزر دي انا عاملاها في البيت. هحطها كده وادهن العجينه كلها بمربى الجزر. اي نوع مربى عندك حطيه، بس بجد والله العظيم مربى الجزر طلعت جميله جدا. هفردها ولا هعمل زي ما عملت في العجوه، لا هعمل هنا ايه بالمربى. لا هلفها كده ايه رول، لو حابه برضه تقطعيها مربى يعني ما تلفيهاش وتقطعيها كده تعمليها مربعه هينفع معاكي. تمام. هنا حبايبي انا جبت السمسم رشيت عليه شويه من الميه، ولا هاخد كده الجراجيش بتاعتي ولا هحطها عليها كده هتلصق بكل سهوله، ولا هرصها. انت لو حابه تخليها ساده خليها ساده. بعد ما هنغمسهم كده في السمسم هنغطيهم ونسيبهم ايه يخمروا علشان يطلع معانا هش كده وجميل. بمجرد ما تفتحيه كده يطلع معاكي على طول، وهتلاقيه كمان من جوه مورق يعني ملفوف لف كده. والله بجد يا جماعه طعمه جميل جدا جدا. وشايفين الكيلو جاب ما شاء الله اكتر من 2 كيلو كده من الجراجيش. شوفي نفسك انت بقى، ده انت لو رحت المخبز هتشتريه بكام. هنا بحبايبي دخلته الفرن طبعا على درجه حراره 180، اخذ معايا حوالي 15 دقيقه. شايفين؟ وطبعا لو حابه تحشيه ملبن، شايفينه مورق ازاي من جوه. لو عندك ملبن وعايزه تحشيه ملبن هيبقى كمان جميل جدا جدا جدا. شايفين يا حبايبي؟ عايزاكم بقى تجربوا الوصفه دياتي وبجد هتعجبكم، بس عايزاكم ايه بامانه تكتبوا لي في الكومنتات بعد ما تطبقوها كده، تقولوا لي رايكم فيها ايه. بجد انا عجبني اللي بالمربى. عايزاكم تجربوها بكده باي نوع مربى وان شاء الله هتعجبكم وهتعملوها على طول. شايفين الساده. هنا عملنا بالعجوه، عملنا بالساده، وعملنا بالمربى. وعايزه تعملي بالملبن هتعملي بالملبن. شايفين جميل ازاي ما شاء الله، وما خدش معايا لا اي وقت ولا اي مجهود يعني كمان. كده يا حبايبي ايه الفيديو بتاعي انتهى. السلام عليكم.